بعد التوضيحات والتعليقات تفضل، البسيطة خذ يعني وقتك كامل. آه، بالنسبة للدكتورة جيهان، اختيار المواعيد وربطها بأحداث تاريخية من سياق الرواية لا يعني هو في شيء من فعل العمد وليس فيه عمدا أيضا يعني. طبعا تحديد المواعيد بطبيعة الحال فيها عمد، لكن الطبيب النفسي من نوعية خاصة والمريض النفسي من نوعية أكثر خصوصية. فلكي يحاول الطبيب استنتاج يعني من الهامش، سيبدأ من الهامش للدخول إلى المتن، يحاول أن يبحث عن فجوة، عن نتوء، عن ثغرة، عن شغلة بسيطة تصلح لأن تكون توطئة. طبعا هون أنا اختيار المواعيد، ضبطت المواعيد في بأحداث تاريخية فعل عمد قولا واحدا، يعني مسألة الثورة الجزائرية، مسألة سقوط جدار برلين، وضمن السياق أنه هنالك ترتيب للمواعيد متفق عليه. أحيانا يتم التأجيل كمان في مسألة المواعيد في أحد 5 جلسات. الثالث بيتم تغيير المواضيع. إذن في تحديد المواعيد وربطها بأحداث تاريخية، نعم، في فعل الرواية كلها فعل عمد، مش مثل القصيدة. القصيدة هي فن الأنا، فن الأنا. أما الرواية فهي الفن الأنا والأنت والهم والنحن والكل، وبالتالي هنالك يعني الذاتي وهنالك الموضوعي. الطبيب النفسي لم يكن فيلسوفا ولا الكاتب كان فيلسوفا، لكن الطبيب النفسي كان مثقفا وبيحب الفن ومتابع لتجربة الفنان التشكيلي بشكل أوبع. وفي صالون عيادته هنالك لوحة، وقال لزوجته، زوجة المريض، زوجة هوزان، أنه لا تقولي له أنه أنا في متابع لتجربته وكذا والقصص هيك. الطبيب هي أول مرة بيقول في الرواية أنه تصدف أنه يجيني مريض نفسي أعمى، ومريض نفسي شخصية عامة، مش شخص يعني شخص مشهور وله معارض سابقة في دول أوروبية، وشخصية عامة متحققة ومثقفة، والاثنين يعني على درجة معقولة من الثقافة والندية في الحوار، إلى جانب أحيانا النقاش بيناتهم يتحول هو وصحيح استنطاقي، لكن يتحول الى نوع من الجدل او الاختلاف حول بعض القضايا والامور. كمان المدخل، انا لا استعمل او لا اتكئ على عتبات مثلا قول لشاعر او قول لروائي او لفيلسوف او لنبي او كذا كمدخل اولي للروايه، انما اخذ مقطع من الروايه، مقطع يعني الحديث يعني عن الندم واعتبار الندم كاتبا محترما يعني، وفي الصفحه الاولى كعتبه اولى او كفاتحه الروايه. في كل شغل الروائي، ال5 روايات اللي أنا كتبتها لا أتكئ على مقولات الآخرين، لا أقول أنهم على من يفعل ذلك على خطأ، لكن أقتبس قطعة من النص وأجعلها عتبة مكثفة ما بعد التحويرات، والقارئ سيكتشف أنه هذه العتبة أنا صادفتها، يعني عندما يقرأ النص سيكتشف أنه هذا المقطع الموجود في بدايته موجود في الفصل كذا في الصفحة كذا، مع بعض الاختصارات والإضافات. التفاوت بين الشخصيات، يعني الكثير من الأصدقاء قال أن هنالك يعني تقارب شديد في مستويات الوعي. أنا لا أميل إلى هذا الرأي، بدليل يعني العم فاروق كلامه، أسلوب حكيه، شتائمه، مستوى وعيه مختلف عن باقي جلسة العزاء. أخذنا العميان كشخصيات ثانوية
جلسة العميان الموجودة فيها، وكل واحد بيحكي عن نفسه وبيعرف عن نفسه من خلال مستويات الخطاب أو مستويات الكلام. سنرى تفاوتا في الكلام حتى بين هوزان وزوجته. صار هنالك تفاوت في مستوى الوعي، رغم أنه كمان صارت خريجة فنون جميلة لكن انشغلت بأعمال البيت كذا. فمش كل الموجودين أو الشخوص يعني من يعني يحملون نفس الرصيد الثقافي والمعرفي الواحد او المتوازي او المتساوي. هنالك اختلاف. اذا يعني اسف على هذا التعبير، اذا امعنا النظر في الكلام الموجود في الحوارات. نعم، الرواية في جانب منها معرفي يعني، وأغلب شغلي الروائي في هذا الاتجاه. هي استراتيجية في الكتابة، أنه أنا أقدم متعة أدبية، أقدم حكايات، قصص، أقاصيص صغيرة هامشية. لكن في الرواية كل شيء، ما في شيء اسمه هامشي. يعني هذا الهامشي إذا سحبته من النص يخلق فجوة، ربما يجعل النص كله ينهار. يعني كالخيط اللي تسحبه من نسيج يتلف هذا النسيج. فالجانب المعرفي او الافكار، طبعا انا بدي يعني مش مجرد حكاء واحد قاعد في القهوه والحكواتي كما قال الدكتور عاطف. لا، يعني انا بدي اقول وجهه نظري. الرواية بأحد أوجهها هي موقف من الحياة، من الموت، من التاريخ، من الوجود. هي تصفية حساب مع كل هذه التفاصيل، هي مراجعة نقدية للذات، للماضي، نقد الكثير من الفعل النقدي في الرواية مع تقديم متعة أدبية، ومع يعني المخزون للقراءات والمشاهدات والأفكار. أنا كيف بدي أوصلها للناس عن طريق اما القصيده او مقال الراي او الروايه؟ فهذه هي ادواتي لايصال افكاري للناس، وهذا لا يعاب عليه. يعني سندي في ذلك الكثير من الروائيين الذين يحملون اعمالهم الادبيه افكارهم وتنظيراتهم. مثلا في روايه الخلود لميلان كونديرا هنالك صفحات من التنظير والحكي الفلسفي عن الفن والموسيقى وتجربة جوته وبيتهوفن وكثير من القصص، يعني في 400 صفحة. يعني إذا كان مثلا ربما أكون لم أوفق في استثارة أو الإبقاء على الطاقة، طاقة المتعة والجذب في الجزء الثاني. لكن وهنا يعني كان هنالك يعني نقد في هذه النقطة سأعود إليها. هون أثار الدكتور عاطف نقطة مهمة، أنه هنالك أحداث حقيقية، لكن أنا زرعت في هذه الأحداث الحقيقية شخصيات متخيلة. يعني وهذا أيضا هذا السلوك اقترفته في رواية الأفغاني سماوات قلقة. يعني في معركة النهروان التي أعتبرها بقعة عمياء في التاريخ الإسلامي، زرعت شخص في تلك المعركة يعيد سرد القصة والحدث بالضد من السردية والمروية الشيعية والسنية لتلك الواقعة بطريقة درامية أدبية كذا. ففي هالرواية أيضا هنالك أحداث حقيقية، هنالك شخوص، تواريخ حقيقية، لكن هنالك شيء متخيل أو التاريخ المتخيل التاريخي اللي بيحاول إثارة القلقلة أو إعادة النظر في التاريخ الرسمي المرسل أو الموصول إلينا. في نقطة كمان، يعني ما يتعلق بالجزء الأول والجزء الثاني، نحن أمام جيلين، والطبيعي يعني مستويات الوعي ستختلف من جيل لآخر، الخط البياني للسرد أيضا سيختلف. والقصة الكردية
والتجربة الكردية والصراعات الكردية تكون محصورة في الجيل الأول، أما الجيل الثاني فجيل آخر، جيل هوزان الفنان التشكيلي السوري الكردي السوري، واللي بيعيش فترة معاصرة. يعني صحيح أورثه أبوه تلك الذاكرة، تلك الحمولة، تلك النصائح، لكنه في واقع آخر وتعرض إلى صدمات. وطبيعة الجلسات النفسية والاستنتاجية والعودة بالذاكرة إلى الطفولة والإصابة بالعمى والاتجاه إلى أماكن أخرى، يعني عندما كان مبصرا لا يعيها لا يدرك أهميتها. كل هذه التحولات أدت به إلى يعني أن يكون هنالك شيئا مختلفا عن الجزء الأول، ربما أقل متعة ربما، لكن الاختلاف لأنه الخط البياني لن يكون استمرارا على مستوى السرد، على مستوى الحكايات، على مستوى الأفكار، يعني طبق الأصل لخط الجيل الأول. هنالك تقاطعات، هنالك اختلافات وانزياحات. فيما يتعلق بالنقاش في الجلسات، في تقديري النقاش كان متنوعا، يعني تناول وفيما يتعلق بالتركيز على موضوع طه حسين، انه لا، طه حسين بالفعل كان يعني طه حسين اثناء محاكمته ومحاوله رد التكفير عن نفسه، يعني لا، هو بالفعل كان يحاول أنسنة النص المقدس ومحاولة النظر إليه كنص تاريخي، يعني في الموضوع. وقصص أخرى ومسائل أخرى، النقاش لم يكن مركزا حول هذه المسألة، كان يحمل شيئا أو نوعا من التنوع، ولم يكن مركز على منطقة معينة محدده ربما يعني الجدوى من ذلك. يعني طبيعي انه ربما يعني مع احترامي لوجهه نظر الاستاذ ربعي، انه يعني السؤال عن الجدوى، ما جدوى كل هذا في القسم الثاني؟ انا في تقديري انه اجد هنالك جدوى، ولذلك اقترحت هذا الموضوع. سؤال ربعي وليس سؤالي. يعني حتى سؤال مين كان؟ ربعي. هو قال كده، ما هو قال ربعي. قال ربعي ولا قال رضا؟ لا ربعي. استاذ ربعي. قال ربعي. سؤال استاذ ربعي. الوزن قريب. لا سؤالي، انتوا ليه متنصلين؟ انا بقى مش متنصل منه سؤالي يعني. هو كان سؤال استاذ رضا واكده استاذ لا انا كان سؤالي ايوه انت كنت سالته بالاول. انا قلت الاغراق في الفلسفه في النظره الفلسفيه البحته. نعم. بس انا مش مشكلتي في القضايا، انا مشكلتي في بنيه السرد واهميه مناقشه هذه القضايا، وهي خارج النص، من خارج النص دخلت عليه ولم تخرج من قلب الشخصيات وافكارها وسماتها وحاجه النص لها، اي لم تدعم بنيه السرد خلخلته. هذه ملاحظتي. شكرا. اشكرك. طبعا وجهه نظر معتبره ومحترمه وكذا، أنا حاولت أن أقدم شيئا يعني يفتح قوسا للاختلاف، يعني أن يكون عملا مختلفا عليه، لا أن نتفق على كل تفاصيل والحيثيات. وفي بالتأكيد. أنت ترى أنه لم يخدم النص، أنا أرى أنه خدم النص، وبالتالي اقترفته. وفي مدخل الرواية أتحدث عن الندم، أنه طيب إذا عملت برأيك وندمت فيما بعد، يعني على انه عملت بهذا الراي او كذا. فبس هذا كل شيء ممكن. هذا احتمال. فالجدوى من التفاصيل المسؤوله. انا عندما يعني اضع شيئا نصبا اجد انه هنالك جدوى في هذا الموضوع. قارئ ناقد اخر قد لا يجد هذا، يعني وجهة نظر محل احترام وتقدير وإجلال. بالنسبة لما يتعلق بملاحظات الأستاذ جورج،
من يعالج من؟ يعني الموضوع كله افتراض في افتراض يعني. العمى افتراض اصلا. العمى افتراض. العمى افتراض، والمرض النفسي افتراض، لكي اخلق مساحه من النقاش والجدل وسرب الافكار اللي فضحها وكشفنا الاستاذ دكتور عاطف. ف الكل يعني نحن في هذه الحياة التي نعيشها يعني بشكل أو بآخر نعاني نسب معينة من العقد، من المشاكل، من التهويمات، من التعقيدات، من التخبيصات. ف الكل يعني الطبيب يعالج المريض، والمريض أيضا بطريقة أو أخرى يفتح أفق ويحرك أسئلة لدى الطبيب، لأنه هذا مريض استثنائي مش مريض عادي. فبالتالي مسألة المعالجة النفسية في تلك الجلسات كانت متبادلة لكي يتعرف غزان على نفسه ويطلب نساعدني كي يتعرف على نفسي. فاحفر في هذا الخصوص ما يتعلق بسوريال فيفيان. ممكن يعني انه والله ما اسمي انه الانتماء الديني للبنت، لكن انا في الموضوع هذا يعني انا لا اللي بيتلصص واحد يعني صبي ومراهق يعني مدان بهذا السلوك. البنت مسكينه، في يعني البنت بريئه وما لها علاقه فيها وذات الفعل تم مع شلاو في الجزء مع الفتاة الضريرة بجانب المسجد. في مرحلتين من التلصص. هوزان تلصص وابوه تلصص، واثنين يعني متلصصات ورفع نبي تلصص. فالبنت هون مسألة البنت والإحالة الدينية، لأنه أنا من مدينة متنوعة وجيراننا كانوا مسيحيين، ويعني هذا الحدث جرى أمامي يعني كأحد تفاصيل الطفولة. فربما يعني انه كان الاجدى، ربما انه ما اذكر انه هي مسيحيه يعني، حتى لو ذكرت كرديه يعني هي مش انتقاص من كرديتها، او مسيحيه مش انتقاص من مسيحيتها، او مسلمه او ايزيديه او اي، هذا مش انتقاص وربما يعني يخلق بعض الحساسيات. لربما يعني كان ينبغي علي تجنب تلك الاحاله الدينيه. ما يتعلق بمقولات السيد المسيح وتفاسير المقولات، أيضا نحن يعني المسلمين لدينا تفاسير لنصوص، والتفاسير يعني هي تفاسير وتأويلات واجتهادات في هذا الخصوص. المؤول اجتهد في تفسير نص معين، وليس بالضرورة أن يكون هذا التفسير والتأويل عين الحقيقة، كبد الحقيقة، كل الحقيقة. وبالتالي والتفسير النصوص والآيات في الإنجيل خضعت لتفسيرات معينة، والنصوص والآيات في القرآن متعددة التفاسير وأحيانا متضاربة التفاسير. هذا يجري يعني في وأنا اجتهد، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، وأخطأ فله أجر، وأنا أحسبوني من الخطائين فيما يتعلق بهذا الاجتهاد اللي هو أدبي بالمحصلة. عليك أن تتوب فخير الخطائين التوابون. هو مش عايز يتوب. أنا مش عايز يتوب. هو عايز أخطأ مرحلة الشك. عايز يخطئ مرة ثانية. أنا عايز أخطأ لأنه مشان ما أندم يعني أنه ليش ما سويت الموضوع كذا. فهو اجتهاد أدبي محض، لا على يعني ليس بقصد الإساءة أو إجمالا. أنا الآن في هذه الأمسية أستاذ رضا أمام مرايا متنوعة. الدكتور عادل عطى يعني مسألة مناهضة الأيديولوجيا أو ذم أو طعن أو دي قراءة فكرية للنص،
الدكتور عاطف أعطى قراءة تأملية صوفية تاريخية، إعادة يعني الكثير من ويعني أعتقد أنه هو كمان لمس جزءا مهما وخطيرا في الأمور اللي أنا أحتفظ بها لنفسي وأتركها للناس أنه يقرأوا ويفسروا. الدكتورة نانسي كمان أعطت قراءة خاصة فيما يتعلق بالعنوان الرئيس والعناوين الفرعية للفصول. الدكتورة جيهان طبعا بمتن الرواية. والدكتورة جيهان كمان الشخصية، بناء الشخصيات. كل قراءة. أنا كنت بس عايزة أقول لك حاجة أستاذ هوشنج. أنا حديثي عن المفتتح كنت أقصد إن المفتتح يعني أثار شغف القارئ لمعرفة ما يعني تم في المفتتح لحد ما وصلت في النهاية أنت ده خلاصة تجربة شلاو في يعني رحلته. وحضرتك أشرت يا دكتورة جيهان للعنوان أيضا في أول المداخلة، يعني أشرتي أنا اتكلمت عن العنوان. كمان أنا لما سألت عن التاريخ يعني سألت عن اختيار الدكتور لتواريخ محددة، تاريخ الثورة الجزائرية أو تاريخ جدار انهيار جدار برلين. أنا قلت إن كنوع من تفاعلي أنا كقارئ مع الرواية أنا تساءلت لماذا اختار هذه التواريخ، فجاءت الإجابة على لسان الطبيب بعد ذلك عندما أثار قضية المركز والهامش، وأنه يعني يحاول أن يعني يكون هناك توطئة للحوار من خلال يعني إثارة هذا السؤال. ثم يعني مثلا لما سألوا عن الجدار بعد كده سألوا عن إيه الجدار الموجود في حياتك منذ الطفولة. أيضا أنا لما اتكلمت عن يعني مسألة أنا لم أنكر أن هناك تفاوت بين المستوى الثقافي بين الشخصيات، ولكن قلت أن تم توظيف ثقافة كل الشخصيات من أجل يعني هدف واحد وهو التعبير عن الفكرة اللي هو أراد الكاتب على. لذلك أنا قلت أني أنا كنت يعني ألمس صوابع هوشنج خلف الشخصيات ويعني وهي تحركها، ومن هنا ظهرت فعلا شخصية الكاتب في كل شخصية من الشخصيات اللي تحدثت. ولكن يعني خليني هو تخبى وراء شخصياته. ده طبيعي يعني. أنا ممكن تخبى وراء الشخصيات يعني. خلوني أيوة طبعا حاضر في كل شخصية نتيجة الثراء الفكري اللي هو طرحه في موضوعي. خلوني أكمل ممكن. أيوة بس أنا برد على اللي أنت قلته. على راسي وعيني. المراية يعني كمان من المرايا الجميلة والمهمة مرآة ربعي المدهون كصحفي وروائي وروائي مهم وخطير مش بس يعني. في هالمرايا يعني أنا الآن محاصر ب5 مرايا: المرآة والمسقط الضوئي. الأستاذ رضا هو الإضاءة وأستاذ جورج والأستاذ جورج كمان. أنا آسف أنا محاط ب6-7 مرايا تعكس لي هذا العمل عشان بنحبك طبعا من محبة، فتعكس لي هذا العمل برؤى وهذه المرايا ينعكس كمان قراءات يعني في تفاصيل صغيرة ما ذكرته الدكتورة نانسي، ذكرته الدكتورة جيهان، ذكره الأستاذ ربعي، ذكره الدكتور في تقاطعات وفي اختلافات في هذه المرايا. العمل من بابه لمحرابه محاولة يعني كانني لم أكن أحاول يعني أن أقدم شيئا ومرآة ذاتك يا هوشنج، عشان أنت كمان ناقد وقارئ لنفسك قبلنا جميعا. يعني أنا على فكرة طول الوقت متابعة لتحليلات حركاتك وجسدك في كل مقولة. دكتور عادل انت دايما بتكمل المشهد بلغة الجسد، يعني كأن حد بيتكلم وانت بتترجمه بصورة بصرية. فدي كمان قراءة حتى عندما أشار إلى الحائط عند مرور الكلب والقط. نعم. على كل حال كأنه يكمل الدكتور عاطف. أكتفي بذلك وأستمع
طيب اولا قبل ان نختم هذه الحلقه ادعوك ان شاء الله عند زيارتك لمصر ان شاء الله بان نناقش ذات الروايه في نادي القصه بالمنصوره. وادعو من الان ايضا ان شاء الله الدكتور عادل درغام لزيارتنا في المنصوره ان شاء الله، دكتوره نانسي، تحت امرك، دكتوره جيهان ان شاء الله. عندنا كيان نادي القصه في المنصوره، كيان قائم يعني حاجه عظيمه جدا ان شاء الله. يعني عندنا الدكتوره سهير المصادفه يوم السبت القادم ان شاء الله هنناقشها. فبنعمل نشاط النادي بقاله شهرين ثلاثه، لكنه ان شاء الله يعني واخدين خطوات انه يتفوق على نادي القصه في القاهره ان شاء الله. فادعوكم من الان ان شاء الله عند زياره هوشن قريبا ان شاء الله للقاهره.